يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. ربما امبارح قلت هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي. النهاردة فعلا هي ليلة نادي الزمالك بعد الفوز على الغريم التقليدي الكبير والمرشح ضمن المرشحين لتبوء بطولة الدوري العام. اليوم مبروك طبعا لنادي الزمالك، هارد لك لبيراميدز. سنتحدث كثيرا عن هذا الامر، وقبل ما اقدم ضيوف الكبار النهارده، لان النهارده الخميس ما عندناش انترو، وكمان النهارده ما عندناش دوري روشن عشان الجوله مؤجله عشان بطوله اسيا طبعا، لكن هنختتم كالعاده بفقره برافو عليك. سؤال حضراتكم في المنازل، والسؤال بيقول: من هو افضل لاعب في مباراه الزمالك وبيراميدز؟ كلكم طبعا اتفرجتوا على المباراه، من وجهه نظركم من هو افضل لاعب سواء طلع من الزمالك او طلع من بيراميدز، يعني ايا كان الوضع. يلا خلينا ارحب بالضيوف الكبار حسب الاقدميه. كابتن مدحت عبد الهادي، مساء الانوار والف مبروك. مساء الانوار يا كابتن مدحت، الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. ملك الحركات الكابتن بركات، اللي توقع التعادل ولكن انتهت المباراه بفوز الزمالك. مساء الانوار يا ابو كبير. مساء الفل يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ عايز تعلق على الجمله دي ولا بعد شويه؟ لا ما نيجي نتكلم. وطبعا مارادونا الجميل الكابتن جمال حمزه، مساء النور يا ابو كبير. مساء الانوار يا كابتن اهلا مدحت، وسهلا حبيبك يا والف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. والنجم الكبير طبعا الكابتن ايمن اشرف، مساء النور يا ابو كبير. مساء الانوار يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بك. طبعا يعني احنا الاول انا قلت وجهه نظري الشخصيه امبارح ان المباراه 50-50، لكن النجوم قالوا توقع اخر. بعد شويه هسمعكم الكباتن امبارح قالوا ايه، لان قالوا بالنتيجه. خلينا نبدا معاكم السؤال بسرعه جدا بتاع المنازل. مين افضل لاعب من وجهه نظر حضراتكم النهارده؟ يلا يا كابتن. لا هو في كذا واحد يا كابتن، اديني واحد. اذا كان بيراميدز في بيراميدز او الزمالك، اديني رجل المباراه. انا شايف بالنسبه للمباراه لغايه ما طلع هو عبد الله السعيد. رجل المباراه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مفيش كلام، والله مفيش كلام. ما شاء الله. طبعا. طب اقول لكم ليه طبعا. دلوقتي كابتن بركات. والله انا على 90 دقيقه شايف ناصر ماهر عمل جيم كبير، ولكن اللي اخذ التورته شيكوبانزا في اخر ربع ساعه. اذا مين رجل المباراه؟ اللي اثر في نتيجه المباراه شيكوبانزا. هو رجل المباراه بالنسبه لك، حتى لو لعب الربع ساعه. حتى لو ربع ساعه هو اللي اثر في نتيجه المباراه. يعني نتيجه المباراه وبتقرب نادي الزمالك من البطوله. خلي بالك يا بركات. اوكي. لما خدش ربع ساعه. ما انا بقول ايوه يعني هو بص، هو نزل 77 بس خد بالك وهنتكلم، هي نقطه، هي دقيقه 77 نقطه تحول في حاجات كتير، انما هو بالوقت الضايع لا هو يعني كان مؤثر بشكل كبير. تمام. يعني هنا عبد الله السعيد رجل المباراه، هنا رجل المباراه عبد الله السعيد، هنا رجل المباراه شيكوبانزا. كابتن ايمن؟ عبد الله السعيد طبعا. عبد الله السعيد طبعا. طب انت قلت ليه عبد الله السعيد؟ عبد الله النهارده عامل جيم يا كابتن، بالاخص التمركز في نص الملعب، لان النهارده نادي الزمالك معتمد، عمل تحولات كتيره جدا، ما حدش كان متوقع ان الونش يبدا. ده واحد. دي حقيقه مفاجاه. الونش لما بدا ولعب محمد اسماعيل في نص الملعب مع شحاته ومعاهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لو بصيت هتلاقي التمركز بتاعه كله بركات ناجح جدا، بالاخص في الدفاع. عبد الله كان متعود على طول، اذا كان لما كان في النادي الاهلي، اما كان راح بيراميدز، كان متعود على طول هو بيشتغل عشان ياخد من نص الملعب اللي هم السته، رقم 6، عشان يعرف يشغل الفراوده او كان بيلعب 8 اهو، يعني كان بيستلم من 6 عشان يلاعب الراس حربه، الوينجات كده. النهارده عبد الله التمركز بتاعه في الدفاع بالذات ده كان ليه تاثير كبير جدا في نص ملعب نادي الزمالك. طب مش غريبه كابتن جمال ان عبد الله النهارده ما شاء الله الله اكبر وربنا يديله الصحه، 41 سنه مش كده؟ 41 ان هو يعني وهو اصغر من كده ما كانش بيدافع كده، صح؟ انت شايف ايه المعادله دي؟ يعني انا شايف ان هو يعني نفسيا مستريح، عنده رغبه ان هو يفنش كاريره في نادي الزمالك ببطولتين مهمين جدا. هو اكبر واحد موجود في الفرقه، يعني في فرقه الزمالك، فعليه مسؤوليه كبيره، فالمسؤوليه دي بتخليه ان هو بيعمل حاجات اوفر. احنا ما كناش بنشوف عبد الله السعيد بيدافع كده وهو مثلا في الاسماعيلي او هو في الاهلي، وخاسس قوي، يعني حاجه مجهود بصراحه. عمري ما شفت الوزن ده
محافظ على طبعاً، نفسه، وهو ده طول ما هو أساسي. يعني لا حتى لما كان بيلعب معانا في النادي الاهلي انا كنت دايما بشوفه محافظ على نفسه، يعني راجل محترف بشكل كبير جدا، يعني عنده الكرة دي هو عايش معاها، يعني عايش معاها يوميا. المسؤوليه اللي محافظ بقى على فيها نفسه. المسؤوليه كمان يا كابتن اللي بقى فيها انه اللعيبه الاغلب ممكن تبقى لعيبه صغيره شويه، وهو المفروض كقائد في الملعب مش شرط يبقى هو اقدم واحد، انما طيب. هو كخبره وكسن وككل حاجه قيمه في الملعب ان انت يبقى موجود معاك عبد الله السعيد. انا شايف ان ده يعني ده اضافه للعيبه اللي بتلعب جنبه كمان يعني. هي حاجتين يا كابتن مدحت، اتفضل. يعني الحاجه الاولانيه احنا كلنا كنا لعيبه كوره، طبعا مش كل لعيبه الكوره ملتزم، مش كل اللعيبه ملتزمه. عبد الله ده راجل بيتمرن كويس، بينام بدري، اكله هو عارف هو بياكل ايه، يعني الحاجات البسيطه هو بيعملها. محترف. ده من ناحيه ان هو راجل بطبيعته ملتزم جدا. الناحيه الثانيه اللعيبه يا كابتن لما بيبتدي بيكبر في السن مدحت بيبقى عليه برضو ضغوطات، ان هو الراجل عليه ضغوطات ان انا لا، انا الناس ما تقولش ان انا كبرت، انا ما تقولش ان انا وصلت 38 انا هلعب احسن 41. ما انا بقول لك ان الناس وصلت 38 لا انا حد احسن في ال 39 حد اكتر، 40 حد اكتر، فاللعيبه دي يا كابتن بعد كده بتبقى مخلده في التاريخ. بس المهم جسمه مستجيب لده، وده لكن هو الاهم. بص بسم الله ما شاء الله ما شاء عليه الله، بسم عبد الله، الله، يعني ما شاء الله. حاجه بص مثال مشرف للعيب الكره. اللي يثبت كلام معلش اللي يثبت كلام بركات يا كابتن اللي هو بيتكلم ما يجيش يقول انا في ال 38 وال 39، لا هو بيثبت لنفسه الاول قبل ما يثبت للناس. ده يثبت لك ان الفتره الاخيره دي بركات الماتشات لما معتمد كان بيغار وكان بيطلع ومتضايق، النهارده طالع ومتضايق لان هو عارف هو بس طالع وانتوا كسبانين مش كده؟ مش لا كان لسه كان لسه والله لا كان لسه كانوا كسبانين. لا ما كناش كسبانين. كان لسه كان لسه انا عندي اهو التغييرات اهي. تمام يا كابتن. عبد الله السعيد هو عبد الله السعيد خرج في الدقيقة بالظبط 89. لا كان جه يا جماعة جون يا مان. جون طبعا. ازاي بقى ده دخل في الدقيقة 89؟ ايوه يا كابتن. بيبقى كابتن طالع متضايق يعني هو عارف ان انا برضو لسه عندي، يعني انا يعني ما قصرتش حتى اقول لك انا وانا بتفرج على المباراه يا كابتن قلت لا عبد الله ما يطلعش دلوقتي لان انت وصلت في وقت ان انت عايز حد اللي يستلم الكوره يقف عليها يقف. انت ما كانش عندك حد في الملعب. الكابتن معتمد كان عايز يدافع شويه، نزل احمد ربيع هو كان مكانه. هو انا هفضل ادافع بقى كور طويله، وطب مين اللي هيستلم يعني؟ انت حتى الكوره الثانيه صعبه جدا، كذا كوره يعني الاخيره الشوط الاخيره ديت كذا كوره، انما ما كانش في حد موجود في الملعب بعد طلوع عبد الله الا بيزيرا هو اللي كان ممكن يقف على الكوره وخد فاول واثنين صح عشان يضيع الوقت. ايوه انما عبد الله انا صراحه شايف لعيب بيتكلم طيب انا امبارح طبعا كالعاده بحب اعرض دايما التوقعات، فامبارح سالت الكباتن عن توقعاتهم. الوحيد اللي مش الوحيد، هم في ناس قالوا صح بس كانت اجابته سليمه قوي، ان قال لك 1-0 واللي هيجيب الجون بزيرا. اوكي مين هو تفتكروا؟ كابتن اشرف. برافو عليك. كابتن اشرف اسد. يلا ورينا كام بكره، كام ايوه عشان مسجلين. 1-0 الزمالك. كوتش 1-0 الزمالك. مين يجيب الجون؟ اخوان بزيرا. ناصر منسي. انا يا رب الزمالك يكسب بكره. كام انا بقول يا رب مش عارف كام بس يا رب الزمالك. النتيجه بتبقى بقى مش بتاعتنا مش بتاعتنا. يمكن دلوقتي الكابتن بيشيل لي الغيب يا كابتن. طيب خلاص. كام شوي كام هيتعادلوا بكره. كام 2-2. ماشي. الكابتن شوقي قال 2-2. بعيد انت بعيد النهارده يا كابتن شوقي معلش. هو عنده يعني برضه معذور لان البيراميدز فريق كبير طبعا يا جماعه. فريق كبير بس هو البرنس امبارح هو ايوه طبعا هو وكابتن حلمي تحيه ليك يا كابتن اشرف. انا عارف انت بتتفرج دلوقتي لانه بعت لي قال لي ان انا توقعت صح يعني. 100 كابتن اشرف يا برنس يا عظيم. 100 وكابتن حلمي قال 1-0 بس كابتن اشرف يزيد انه قال بزيرا طبعا يزيد. طيب قول لي بقى اخبار الاهلي ايه في العمليه دي؟ هل النتيجه دي تصب في صالح الاهلي ولا يعني اشرح لي بقى الحكايه. طيب يعني خلينا نتفق يا كابتن مدحت ان لسه الموضوع مكمل. ايوه لسه في ماتشات قويه. نعم. بنتكلم على الفرق الكبيره اللي وصلت واي فريق ممكن يعطل الثاني. مفيش شك
يعني هتسال ايمن، اكيد احنا كنا نتوقع او نحب ان الماتش يطلع تعادل. ده انتوا لغايه الدقيقه 88 اخر ساعات. يعني اكيد نتيجه التعادل كانت تخدم النادي الاهلي بشكل او وده حقكم الطبيعي بصراحه يعني. ولكن احنا متفقين، احنا كنادي اهلي احنا المفروض نلعب الاربع ماتشات بتوعنا اللي ناقصين، ان انت تكسب المباريات دهيت من اول لحظه تنزل تكسب، وبعدين هتستنى تشوف. يعني انت النهارده لو كان حصل تعادل كانت الاهلي فرصته كويسه ان هو ممكن يكسب بيراميدز والزمالك يكسب الدوري عدى. ولكن انت النهارده الزمالك بيعدي خطوه مهمه. لسه الاهلي بص، بس المهم حاجه الماتش اللي جاي يوم الاثنين ان انت تعدي بيراميدز، بعد كده عندك الزمالك، تبص انك تعدي الزمالك جمعه، الماتشين اللي بعد كده تكسبهم. وبعد كده اعمل اللي عليك، يعني فنش بطريقه كويسه. احنا بنقول ان احنا طبعا كان عندنا مشاكل كبيره وكلنا معترفين بيها وبنتكلم فيها، ونفسنا انها تتصلح في الفتره اللي جايه ديت واحنا بننهي الموسم. والنادي الاهلي زي ما بقول لك وباكد برضو احنا نثق فيه بشكل كبير جدا. الزمالك النهارده عمل جيم، خد 3 بونت يستحق. والله بص، ان هو لعب وحاول وان هو استغل وبيراميدز ما استغلش، يبقى استحق. يعني خلينا، يعني هو كان الاخطر ولا كان بيراميدز الاخطر ولا زي بعض؟ بص يا كابتن، هو انا يعني المباراه من بره ممكن تكون متساويه او متقاربه. الزمالك ممكن يكون لعب اول 10 دقائق ربع ساعه بطريقه كويسه، فنش الماتش اخر ربع ساعه بطريقه كويسه، ولكن هو استغل. انا من وجهه نظري شايف ان الدقيقه 77 اما ابتدى عودة الفخوري ووليد الكارتي ومروان، انا حسيت ان الراجل يوريتشيتش هو كان ممشي الماتش وواصل للحته ديت ان هو ابتدى يطمع شويه، لان ده وضع طبيعي برضه، لان الزمالك لا، هو الزمالك اعلى منك في البونت وانت بتلعب على دوري. ففي اللحظه اللي الراجل ابتدى يطمع فيها ابتدت تظهر مساحات. على الناحيه الثانيه كابتن معتمد جمال قاري الماتش بشكل كويس قوي، ابتدى ينزل الراجل اللي هيقدر يشتغل في المساحات اللي بدات تظهر في فريق بيراميدز، وبالتالي الراجل هو بيتمتع بالسرعه. الراجل شيكو بنز عايز مساحات، فنزل لقاها، استغل الزمالك المساحات ديت وقدر ان هو يخلص المباراه. ولكن ايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ انا اهم حاجه النادي الاهلي يكسب ماتشاته. السنه اللي فاتت كان بيراميدز اقرب. الهديه جت من مين؟ جت من البنك الاهلي وجت من فاركو. صح، السنه اللي فاتت فاركو صح. فوارد الهديه تيجي، بس انا مش هستنى الهديه بس. ام بي وبالكم من سيراميكا. انت النهارده يا كابتن خلينا نقول يعني النهارده بنقول لو حصل تعادل كانت العمليه في ايدك. انت النهارده لسه انت في ايدك بس انك تكسب ماتشاتك. اللي جاي ايه؟ مين ممكن يتعادل مع مين؟ انت ما حدش عارف. طيب انا هحط لك الجدول يا كابتن ايمن عشان ايه برضو تقول انت للناس بصوتك الجميل ده. الجدول ما عندكش؟ مفيش قدامك الجدول؟ الجدول معايا انا. معاك مش محتاج تبص هناك. قول يا كابتن اتفضل. الزمالك لعب مباراتين، فاز 2. قول النقط على طول. 49 بونت، عنده 49 نقطة الزمالك من ماتشين. اتفضل. بيراميدز المركز الثاني 44 بونت من ماتشين. نعم. الاهلي برضو من ماتشين 44 بونت. يبقى اذا الزمالك فارق 5 نقط عن بيراميدز والاهلي والثلاثه لعبوا نفس العدد من المباريات اللي هم ماتشين. اتفضل. سيراميكا كليوباترا لعب 3 ماتشات. ايوه. عنده 43 بونت. نعم. انبي 3 ماتشات 35 بونت. المصري 3 ماتشات 34 بونت. سموحه 3 ماتشات 31 بونت. اذا يا كابتن مدحت انت شايف ان المنافسه دلوقتي اتحصرت خلاص بين زمالك وبيراميدز والاهلي، ولا سيراميكا لسه في الملعب 43 نقطه؟ سيراميكا موجوده لسه يا كابتن، موجوده لسه. سيراميكا هدفه دلوقتي لما يجي يلاعب بيراميدز ويلاعب الزمالك ان هو يعني هو قريب من المركز الثاني والثالث بونت. ايوه يعني 44 بيراميدز والاهلي هو 43 بونت واحد. بس فرق 6 نقط عن الزمالك. لا انا بتكلم بعيد عن الزمالك. انا بتكلم على المركز الاول. هو بيتكلم دلوقتي اللي هو يدخل في الحته ديت. أيوة. يعني هو ممكن يا كابتن ممكن في الترتيب ان شاء الله الزمالك ربنا يوفقه في الماتشات الجايه ياخد دوري عام. تمام. هو ممكن يلعب على بيراميدز. يخش دوري الابطال. بالظبط. هو ممكن يلعب على ديت. أيوة. فهمتني؟ انما انا شايف، انا اتفق مع بركات، يعني انا الماتشات الجايه هي المهمه، وانا
بقول الماتشات اللي مش ما بقولش الفرق الصغيره، لا الفرق اللي هي بعيد عن المربع دوت هي تقلق جدا. تقلق. يعني انا جداً. قلت ايه لما كنا موجودين ساعه التوقعات، قلت ايه؟ زمالك وبيراميدز عادي، زمالك واهلي عادي، اهلي وبيراميدز عادي. فهمتنا يا كابتن؟ انما الفرق يعني الصغيره زي يعني الزمالك الفتره اللي فاتت كسبان كله، خسر انبي. في الدور الاول خسر من انبي اللي هو هيلعبها يوم الاثنين الساعه ومعتمد ماشي 5. كويس قوي. فهمتنا يا لا كابتن؟ وانبي كسب الزمالك وتعادل مع الاهلي. ايوه لا انا بتكلم على الزمالك يعني تعادل مع الاهلي كمان الدور الاول. يعني مشي كويس قوي، فرقه تقيله مشي كويس قوي. انت بقى يوم الاثنين الاهلي وبيراميدز والزمالك وانبي. مظبوط. الساعه 5 والساعه 8. تمام. هنا الزمالك لو كسب انبي يا ايمن وحصل تعثر الناحيه الثانيه، يقول للزمالك مبروك الدوري. لو كسب انبي وتعثر الاهلي امام بيراميدز تعادل، اقول للزمالك كده مبروك على الدوري، على اساس هيبقى كده فرق 7 نقط مش 5 بالظبط. طيب بص كده في الورقه بتاعت الماتشات المتبقيه كده يا كابتن جمال. الزمالك بص الاول على الزمالك وقول لنا كده يوم كام ويوم كام عشان الناس تبقى معانا في الصوره، هيلاعب مين والتوقيتات. الزمالك مع انبي الماتش اللي جاي يوم الاثنين 27 ابريل استاد القاهره الساعه 5. الساعه 5. وده ماتش هيأثر نفسيا على الساعه 8 بالظبط اكيد، اللي هو الاهلي وبيراميدز. بالظبط. يعني لو الزمالك كسب بتحط ضغط على الفرقتين بالظبط. فده برضو يعني الاسبوع اللي جاي ده انا شايف ان هو يعني بنسبه كبيره ممكن يبقى هو الحاسم للدوري زي ما قال الكابتن مدحت عبد الهادي. اوكي. الجوله اللي بعد كده الزمالك مع الاهلي يوم الجمعه 1 مايو على استاد القاهره برضو. ايوه. الجوله اللي بعديها سموحه ضد الزمالك وده على استاد برج العرب ده 5 مايو. ايوه. وبعد كده الزمالك هيلعب ماتشين الكونفدراليه. فدي برضو يعني بين سيراميكا 9 و16 9 و16 بين سموحه وسيراميكا. سيراميكا يوم 22. ايوه. فالماتشين دول برضو لو انت الزمالك برضو هيبقى محتاج ماتش سيراميكا. دي برضو يعني هتبقى برضو مجهده جدا. هو على فكره يوم 16 جايز يبقى 15 يبقى 9 و15. هو ماتش افريقيا 16 احتمال يبقى 15. بس انا في حاجه بقى كابتن عايز اتاكد منها. الماتش الاخير بتاع الزمالك وسيراميكا اللي هو يوم 22 تحديده. هو الطبيعي ان كل الفرق تلعب في نفس اليوم، تلعب في نفس اليوم في نفس الوقت. المفروض ده الطبيعي. المفروض طبيعي. هنا بقى مش هيحصل تاجيل. ما هو انت لو اجلت للزمالك يبقى هتاجل الاسبوع كله. طبعا. ايوه ده اللي هيحصل. ما هو ده اللي هيحصل. ده اللي قالوا عليه. ايوه ده اللي يعني تقصد مثلا بيراميدز وسموحه مش هيبقى يوم 15 يبقى يوم كله بالظبط. الجوله كلها اللي هي الجوله السابعه دي. هنا التاريخ هنا بركات، التاريخ هنا ايه هيتغير على حسب. بس برضه على حسب يعني لو في فرقه حسمت قبل كده. يعني لو في ماتش مش مؤثر ده ممكن يعني لو ماتش الزمالك والسيراميكا ده خلاص مش مؤثر ما اعتقدش ان اعتقد ماتش الجمعه بتاع الاهلي والزمالك ده بشكل كبير هيدينا المؤشر. بس بعد اللي جاي ده كان بعد اللي جاي ماتش الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين يعني اهم يوم الاثنين ويدينا مؤشر قوي يعني. والاهلي وبيراميدز ده يوم الاثنين. عايزين برضو عشان نبقى الناس معانا في الصوره يا كابتن بركات تقول لنا ماتشات الاهلي اللي فاضله وتواريخها عشان الناس تعيش معانا اللي مش عارف الجدول قوي يعني. طيب النادي الاهلي طبعا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يوم 27 عنده مباراه مهمه جدا قدام بيراميدز. دي هتبقى على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. مظبوط. المباراه اللي بعدها بعد 4 ايام يوم الجمعه 1 مايو الزمالك والاهلي طبعا استاد القاهره الساعه 8. على بيراميدز انت بتتكلم انت دلوقتي. انا بتكلم على ماتشات الاهلي. على ماتشات الاهلي. اوكي. 27 مع بيراميدز يوم الاثنين اللي جاي. بعد كده الجمعه الاهلي والزمالك. بعد كده الثلاث 5 مايو الاهلي وانبي. واخيرا هيبقى مباراه النادي المصري اللي هتكون على استاد برج العرب. دي اخر مباراه للاهلي للنادي الاهلي. وساعتها ممكن يكون لسه الدوري معلق او ممكن يكون انتهى. محدش عارف. ماتشات بقى بيراميدز باعتباره المرشح الثالث، خلينا نقول المرشح الثاني الغد، يعني هو موقفه زي الاهلي بالظبط. 27 ابريل بيراميدز والاهلي على استاد الدفاع الجوي الساعه 8. ايوه. الجمعه 1 مايو بيراميدز وانبي الساعه 5 في استاد الدفاع الجوي. 5 مايو سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على استاد هيئه قناه السويس. ايوه. ويحدد لاحقا الميعاد. الجمعه 15 مايو بيراميدز وسموحه. بيراميدز وسموحه في الدفاع اللي هو يعني ممكن يبقى في الميعاد ده وممكن يبقى يوم 22 اذا كانت لسه النتائج معلقه. بالظبط. لسه لغايه دلوقتي ما احناش عارفين. هو ده اللي بنتكلم الاسبوع الاخير. طيب خلينا بقى نسال سؤال مهم جدا خاص بمباراه الاهلي وبيراميدز.
نسال الاهلاويه ولا الزملكاويه؟ لا لسه بركات، انا بحب اسمع بركات كابتن بصراحه. كابتن بركات، انا بحب اسمع بركات. نثق في بركات. الله يا حبايبي والله. انا بحب يعني حتى بس انت ما قلتش كابتن التوقعات. هنقول دلوقتي انت احنا قلتش لسه مع بعض، توقعات. لسه في فاصل وجزء تاني وبعدين هنختم بقى. نتكلم عن الاسبوع اللي فات. التوقعات بتاعت بركات وشريف. ما انا قلت بقى كابتن بركات قال قلت تعادل. والاخ شريف قال ايه؟ البيراميدز تكسب. هو مش هو كل ماتش كان ماشي ورا بركات، جه على الماتش دوت قال لك الزمالك يخسر، ما اعرفش ليه. عادي عادي، بركات قال يتعادل، الاهلي مش عارف ايه، فضل ماشي وراه ايمن. جه في الماتش ده الزمالك يخسر، ما اعرفش ليه. لا هو ده توقع واحساس التوقع. انت تقصد من خلال اهلاويته يعني؟ لا ما اعرفش الماتش ده الوحيد ليه. يعني مش عارف. طيب كنا بنقول ايه يا كباتن؟ غيابات البيراميدز يا كابتن بركات قدام الاهلي يعني في رايي مؤثره جدا. شو انت قول برضه؟ احمد عاطف قطه محتمل غيابه لانه النهارده اتنقل المستشفى، ربنا يا رب يكون معاه. الف سلامه. لا هو طبعا عنده لعيبه كسر في الانف بيقولوا، عنده لعيبه مؤثره طبعا يا كابتن. يعني احمد سامي النهارده احمد سامي واخد انذارات النهارده، الانذار الثالث. اسامه جلال، مروان حمدي برضه خد انذارات. اسامه جلال اتعور النهارده، قطه اتعور النهارده، مصطفى فتحي كان عنده اصابه من قبل كده. يعني قلب الدفاع مفيش الا مرعي، خلي بالك. مفيش الا مرعي. ما بص يعني هيصرف الراجل، يعني هو الراجل هيصرف. بص وضع علي جبر ايه مش عارف. يبقى هو علي بعيد الفتره الاخيره، يعني هو علي ما بيلعبش الفتره الاخيره، هو بيلعب مرعي وسامي. اسامه دخل لعب الماتشين اللي فاتوا. هو برضه خد بالك مدحت، هو كابتن اسامه جلال برضه انا ما اعرفش، هو يعني لعيب سيء الحظ، لعيب غريب جدا، تعور كتير، مدافع كويس، ومن صغره بيلعب منتخبات، ولكن يعني انا مش عارف، يعني اصاباته كتير قوي 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 قوي، يعني ما اعرفش يعني ممكن التاهيل مش 100 مش عارف حاجه يعني لازم الناس في نادي بيراميدز يبحثوا الموضوع دوت. لكن هو الاهم بالنسبه لبيراميدز دلوقتي هو ماتش الاهلي. طبعا يعني ماتش الاهلي لو الاهلي فاز اعتقد بيراميدز خرج بره المنافسه. لا خد بالك يا كابتن، يعني احنا دلوقتي لحد في اللحظه اللي بنتكلم فيها ديت بيراميدز 44، الاهلي 44. بيراميدز هو اللي محطوط بفرق الاهداف. بيراميدز هو اللي كسبان النادي الاهلي في المباراه الاولى في الاولى في المواجهات المباشره، يعني انت فاهم. لا هو وضع بيراميدز لحد دلوقتي على الورق افضل كمان من النادي الاهلي، فهي المباراه صعبه على الاثنين. قصده على الغيابات وكده. لا الغيابات يا كابتن تاثر طبعا. الغيابات تاثر، ولكن احنا على طول بنتكلم على بيراميدز ان هو عنده لعيبه كويسه وعنده لعيبه تصنع الفارق، وهي دايما ماتشات حتى بيراميدز والنادي الاهلي بتبقى ماتشات فيها اثاره وبيبقى فيها نديه والنتائج فيها قريبه. فمباراه هتبقى صعبه على الفرقتين. على الفرقتين. طيب يعني كابتن ايمن النهارده وليد الكارتي احنا كلنا عارفين وليد الكارتي لعيب جامد قوي. النهارده الراجل ما بدأش يعني وسط الملعب، هو حاطط ويستون مايلي قدام وحاطط تحت منه مهند وقطه وناصر ماهر ومصطفى زيكو وزلاكه. انت شايف انه يعني بنتكلم برضو يعني بيراميدز ووليد الكارت لعيب كبير قوي، انت شايف كان يجب اشراكه ولا انت شايف ان الافضل بالمجموعه اللي لعبها دي؟ والله وليد لعيب كويس جدا يعني، بس انا شايف المجموعه اللي كانت بادئه دي كانت مجموعه مناسبه جدا، يعني مهند لاشين مهند معلوش خلاف، وناصر ماهر معلوش خلاف، وزلاكه وقطه. هو شكله كان يا كابتن كان عايز يستغل ناصر وقطه ومصطفى زيكو، وفي الحته الهجوميه كان عايز يبقى عنده حته هجوميه قويه شويه. فاستغل ناصر ماهر 10، احمد عاطف قطه ناحيه اليمين، زلاك قصدي ناحيه اليمين، قطه ناحيه الشمال، مايلي قدام، فكان بيهاجم بشكل مكثف شويه. كان عايز يضغط على نادي الزمالك من الاول. وجهه نظر يعني ما اعرفش انا ليه حد ليه فيكم انا كابتن شايف لا يعني هو كل ده توقعات. انا بتكلم على التشكيل. لا هو ده الشكل بتاع بيراميدز، بس انا في حاجات حصلت اثناء التغييرات. يعني وليد مثلا ما كناش متوقعين له موجود على البنش. يعني هو ستارت على طول. ممكن تكون الحاله الفنيه بتاعته دي عند الجهاز الفني، دي حاجه. انما كابتن الخروج قطه لما اتعور بركات، انا قلت دي سيلفا هو اللي هينزل اول واحد. يعني ده اللي توقعته
لان ايفرتون ده هيعمل ضغط قوي جدا على عمر جابر الناحيه الثانيه. هو ده اللي انا توقعته. هو بص يا مدحت، هو حب ان هو يامن بقطه لان هو بيدافع كويس. لا انا بقول بعد اصابته. لا انا بقول لك فكر الراجل في البدايه خالص. أيوه. هو فكر الراجل، هو ياما الراجل ده اللي نزل لعب قدام الزمالك جيم مفتوح، فهو شايف النتائج مش في صالحه دايما اما بيلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك. وهو شايف ان هو ماشي بسيناريوهات زي ما قلت لك من شويه كده في بدايه الحلقه. هو قال لك انا امن الدنيا، مهند لاشين موجود وقطه موجود. بالعكس انا اول مره اشوف بيراميدز وهو في مواجهه الزمالك ملتزم كده. انت لو ركزت في اوقات كتير الزمالك من بدايه المباراه، برافو عليك يا جمال، بيراميدز كله راجع تحت الكوره. صحيح. احنا مش متعودين، بيراميدز متعودين ان هو تلاقي 3 4 على ال 18 وبيضغطوا كده، انما كانوا ملتزمين. ورغم الالتزام ده يا كابتن مدحت، الزمالك كان يقدر يسجل هدفين في الاول 10 دقائق. ناصر اشتغل بشكل كويس ما بين الخطوط، كان بيستلم واستلم هو وزيكو في اماكن مؤثره. نعم. النهارده هتقول لي بيراميدز افتقد مين؟ اقول لك حامد حمدان بشكل كبير قوي. ليه يا كابتن؟ طبعا. النهارده بيراميدز كان ممكن يسجل، ما جاتلوش فرص خطيره. واحده ناصر حطها لزلاكا اللي ما تعاملش معاها كويس في اول مباراه، والثانيه اللي بعد هدف. ولكن يا كابتن جات له 3 كرات على خط ال 18 من غير ضغط من غير حاجه، واحده لناصر واثنين لقطه. حامد حمدان سواء جات له على شمال وجات له على يمينه بيلطش، عنده المقدره ان ال3 كور يجيب منهم 3 اجوال. هو افتقد طبعا. هو افتقده في المكان ده بالظروف دي، ولكن ما استغلوش الكلام. ما استغلوش. يعني اذا جاز ان انا اقول وجهه نظري، وجهه نظري كان لازم وليد الكارتي يبقى موجود على حساب مصطفى زيكو رائع، بس وليد الكارتي تقل في وسط الملعب. بس اعتقد برضو ان هو كان عنده اصابه في الفتره الاخيره. وليد الكارتي ما كانش لاعب، كان يعني لا يعني هو راجع من لسه على حسب الحاله الفنيه بتاعته شويه. فانا اللي انا عرفته مش فت 100%. مش فت 100%، فهو ما قدرش ان هو يغامر بيه. ممكن جدا. اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. يوروشيتش في المؤتمر الصحفي على فكره انسحب، ما كملش المؤتمر. اتكلم في البدايه وقال اتفرجوا على الهدف، وعرض على الموبايل بتاعه يعني، وقال مين اقرب لخط منطقه الجزاء، يعني عايز يشاور ان الكوره تسلل يعني. وقال على الحكام ان تكون قراراتهم افضل، ولماذا يكون قرار حكم الفيديو لصالح الزمالك خلال 7 مواجهات. قال لي اوفر قوي الكلام ده، يعني 7 مواجهات يعني يعني صعب. وقال اهنئ الزمالك وجماهيره ومدربهم على ما يقدمونه في الدوري. واختتم قال لا يمكن لعب كرة القدم ولا الحديث عن الكرة في ظل هذا التحكيم قبل أن يقرر الانسحاب من المؤتمر الصحفي ويرفض تلقي أي أسئلة. حد حابب يعلق على الكلام ده ولا؟ لا متهيألي آخر نقطتين وإضافة هني الزمالك وجماهيره، لا ملوش دعوة بعد الاعتراض الأولاني ده. ما يهنيش بقى، يخليه هو في فرقته. دي حاجة أنا بتكلم بقى على اسم مدحت عبد الهادي. أيوه طبعا. إنما اللي هو بيتكلم في 7 مواجهات ده بيقول لك يا هني الزمالك وجماهيره على الأداء اللي بيقدموه السنة دي في الدوري يعني. أصل أقول لك حاجة بركات، يعني إحنا قلنا يعني وانا بتفرج كابتن كنا بنتفرج، الجون الاولاني قلنا جون كان ايمن موجود بقى، الجون الثاني قلنا لا اوفسايد. اوفسايد تمام. انما لما تيجي تتكلم في 7 مواجهات بس ضدك للزمالك، لا دي اوفر. طب قدام الاهلي ايه بقى؟ لا دي اوفر. طب قدام مش عارف المصري ايه؟ فهمتنا يا كابتن؟ انما لا يعني الشكل يعني المؤتمر متوتر، هو على طول كده، هو على طول كده، دي طبيعته. لا ما هو متوتر حاجه بركات، وتصريحاته حاجه ثانيه، لان تصريحاته ما بتحسبش عليه هو بس، بتحسب على النادي. برضه خلي بالك الرحيل برضه احيانا بيلوح قدام المدربين. بالظبط. صرف النظر عن كلامه، كل الاحترام لكلامه، يعني بتكلم بشكل عام يعني. عادي ما المدربين كلها بتمشي، ما هو رينارد لسه ماشي اهو يا كابتن. هيرفي رينار. امال ايه؟ جابوا مين بقى؟ جابوا اليوناني منتخب السعودي، عين جورجيوس دونيس. الراجل عنده امكانيات كويسه، درب في اوروبا انديه كبيره زي باوك وايك اتينا، وهو مش غريب على الكره السعوديه يعني. هو على درايه كبيره، ودرب الهلال واشتغل شويه يعني، اشتغل حبه حلوين مع الهلال وعمل انجازات والفتح، وعمل انجازات مع الهلال يا كابتن. لا خد كاس خادم الحرمين الشريفين، خد كاس ولي العهد، كاس السوبر، وصل معاهم لنصف نهائي بطوله اسيا. ايوه لا يعني راجل على درايه، وده شيء كان متوقع يعني. برضه خد بالك كابتن، المعسكر الاخير الودي للمنتخب السعودي وهزيمته المباراتين، وخصوصا طبعا المباراه اللي كانت قدام منتخبنا وهزيمته هزيمه كبيره 4-0، بقى كان في انتقاد كبير جدا ليه، فده كان شيء متوقع. هو
كانت الناس ممكن تتكلم بس ايه، طب لو فضل ممكن عشان التوقيت وخلاص كاس العالم وكده، ولكن الناس شافوا ان هو ده القرار الصح اللي المفروض يتخذ في الفتره دي. طبعا بس ده قرار صح يا بركات الوقت ده. والله بص يعني خليني اكلمك بصراحه، مش ده المنتخب السعودي اللي احنا نعرفه، محتك بالدوري السعودي قوي، مش دوت المنتخب السعودي. لا هو رغم لا انا بقول لك، ولا هو عشان محتك بالدوري السعودي عنده خبره كبيره عن الدوري السعودي؟ لا هو الراجل بيدرب الخليج. ايوه ماشي، هو شغال دلوقتي، الراجل اللي تم اختياره ده بيدرب الخليج. الجزئيه دي يعني هي صح؟ لا هو بص، اعتقد ممكن تكون صح. انت بتقول المنتخب السعودي مش هو المنتخب اللي لعب؟ لا المنتخب السعودي اما لعب قدامنا لا كان ناقصه يا كابتن لعيبه. مين؟ لا كان ناقصه سالم الدوسري، صلاح ابو الشمات، ناصر الدوسري، خيبري، وليد الاحمد، طنباكتي. لا يعني كان ناقصه، لا كان ناقصه لعيبه. ولكن حتى المنتخب السعودي يا كابتن منتخب كبير، مهما نقص من لعيبه بالظبط هو المنتخب السعودي. أيوة فهو ما اداش اي مردود بصراحه، واعتقد ان هو التعديل اللي عملوه ده اعتقد هو في صالح المنتخب السعودي. اتفق معاك تمام. طيب عايز قبل ما اتكلم على ماتش، لانه طبعا الماتش يوم الاثنين الجاي ماتش مهم قوي، عايزين برضو ندي نبذه عنه كده، بتاع الاهلي وبيراميدز طبعا، لان مش هنكون عندنا برنامج الا يوم الاربعاء يعني. ناصر منسي، يعني ده مستوى ناصر، يعني ناصر كان في وقت مكسر الدنيا. انت شايف انه كيرفو قل ولا ايه رايك انت؟ في الزمالك يعني؟ طبعا. لا انا النهارده ناصر ما كانش موفق خالص، او ما كانش في فورمته، او ما كانش في الحاله الفنيه ان ممكن جماهير الزمالك عارف اللي هو في اي وقت بيجيب جول، زي مباراه المصري مثلا. فهمتني يا كابتن؟ ايوه. النهارده كان بعيد جدا، حتى انا كنت بتكلم في التغييرات ان معتمد موضوع شيكو بانزا ينزل بدري شويه وعدي يدخل سترايكر. ايوه تمام. نعم. وناصر يتغير. ايوه. ومع الوقت ان سيف الجزيري ينزل مطرح عدي لو هو خلاص بدا يعني. النهارده كان بره خالص. يعني انت فهمنا يا كابتن؟ يعني على الدكه ما حدش رجله في الملعب. مين؟ سيف الجزيري. ما كان موجود على الدكه. انا بتكلم في حتى في ال10 دقايق الاخر لو هو هتغير تاني يا معتمد، انا بتكلم على سيف. يعني في اللي انت كسبان 1-0 كده، انما لا ناصر منسي كان بعيد جدا. يعني حتى المحطه اللي عبد الله السعيد وشحاته وفتوح لما كان بيلعب 8 في نص الملعب. أيوة. كانوا بيستنوا المحطه بتاعته اللي هو بيقف على الكوره، ما كانتش موجوده النهارده خالص. ده جاب جول يا جماعه من فتره كده اللي لف بتاع المصري. جول عالمي يعني حتى المحطه اللي لعيبه الزمالك متعوده عليها بركات وهم جايين من نص الملعب. هو ما كانش في الصوره النهارده خالص. بس حتى وهو وحش يا كابتن مدحت بصراحه برضه بيحاول. يعني هو برضه مجتهد. أيوة. يعني ما بيستسلمش حتى لو هو بعيد عن مستواه او بعيد عن فورمته، او يعني مش هو ده اللي احنا مستنيينه من ناصر منسي. انما برضه بيحاول طيب. بصراحه. كابتن جمال، هل الزمالك افتقد بصراحه يعني ناصر ماهر، ولا انت شايف انه ملوش تاثير غيابه عن الزمالك وذهابه البيراميدز؟ اكيد مؤثر طبعا. لا طبعا لعيب كبير، ولعيب عنده رؤيه وعنده شخصيه في الملعب. بيقدر يلعب في اكتر من مركز، سواء جناح او رقم 8 او رقم 10. يعني عنده انا شايف ان هو افضل حاجه للنصر ان هو لما بيلعب بيجي بوشه، عنده رؤيه كبيره، بيقدر يشتغل مع الفرود اللي موجود، بيصوب كويس، بيهدف. فلا انا شايف ان هو طبعا لا يعني مؤثر، غيابه مؤثر. كان ممكن يبقى اضافه قويه لو موجود النهارده طبعا مع الزمالك. أكيد. كابتن ايمن الونش، النهارده الكابتن معتمد فاجئنا بصراحه. يعني الونش اديله فتره ما بيلعبش، وبعدين اخر ماتش لعب اخر 5 دقايق يعني قدام شباب بلوزداد. يعني من وجهه نظرك ايه فكر الكابتن معتمد النهارده انه يدخل محمد اسماعيل وسط الملعب؟ وعلى فكره محمد اسماعيل الماتش جاي موقوف بالمناسبه. مش هيلعب يعني. وجهه نظر ايه كابتن معتمد؟ وجهه نظرك انت؟ وجهه نظري انا ولا وجهه نظر كابتن معتمد؟ لا يعني او وجهه نظر انا. الونش طبعا عنده خبرات في الماتشات الكبيره اللي زي دي. الونش لعيب دولي، عنده شخصيته في الملعب، بيقدر يوجه اللعيبه اللي قدامه، يقدر يساعد الفريق من الناحيه التكتيكيه في الملعب. ومحمد اسماعيل كمان لما تزق في نص الملعب هو بيعرف يلعبها كويس، لان هو بصير كويس. وهو كان محتاج، كابتن معتمد محتاج ان حد يبقى في نص الملعب برضو مع عبد الله ومع شحاته. يقدر يباصي ويتحرك بشكل كويس، ويقدر برضو في الحته الدفاعيه يكون متواجد بشكل كبير قدام الاثنين المساكين حسام عبد المجيد والونش. فده اعتقد ده كان الفكر.
لكن الونش قدم مباراه كويسه جدا بصراحه، جدا 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 جدا. يعني بتمنى لهم التوفيق الفتره كان اللي جايه. شايف ان ده لا. طب انت لعبت قدام بيراميدز ولعبت طبعا قدام الزمالك، ايهما اصعب على الاهلي؟ ماتش يوم الاثنين امام بيراميدز ولا ماتش امام الزمالك يوم الجمعه وانت لعبت قدام الاثنين؟ لا طبعا مش هنختلف ان ماتش القمه بيبقى اصعب طبعا، يعني أصعب. ماتش القمه طبعا بيبقى اصعب، لان النادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا اكبر ناديين في مصر، فالموضوع بيبقى اكتر في الضغط. لكن احنا مش هنقول كده لان ماتش بيراميدز احلى ماتشات تتلعب فيها كوره والله. أهلي وزمالك. ايوه بس بيبقى صعب يا كابتن من طبعاً. ناحيه ده الضغط. بالنسبه لنا احنا. ايوه احلى ماتشات في الدنيا يتلعب فيها كوره اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. انت بس أنا لعبت كام؟ فاكر؟ سوري يا كابتن، اتفضل يا كابتن. لعبت كام ماتش اهلي وزمالك فاكر؟ في حدود 20 مثلا. لا اكتر يا بركات. ممكن في خسرت حدود كام 20. ماتش فيهم؟ لا لا الحمد لله تمام. ولا ماتش؟ الحمد لله ولا ماتش؟ الحمد لله كان جد؟ الحمد لله والله. ما بين فوز وتعادل. مم. فاكر كام فوز وكام تعادل؟ لا بس يعني بس الفوز كان اكتر يعني. الفوز كان اكتر. سوري يا مدحت بس والله العظيم هي ده الحقيقه. ما خسرتش خالص يعني. غريبه جدا. لو تطلع لي ماتش لا، أنا خسرت ما أعرفش، فيه بس انا لا، بتاعك ما انت. خسرش بركات. ما خسرش. لا، ما خسرش. ما خسرش. وانت يا كابتن جمال لعبت كام ماتش اهلي وزمالك؟ حوالي 26 او 25 اوبا، حاجه خسرت كده. كام ماتش؟ آه، تقريبا. مش هقدر انت بتقول 25 مباراه قمه، متهيألي، وده عدد جبار. مش فاكر كام ماتش لا خسرت؟ مش فاكر. لا مش فاكر. لا. وانت يا كابتن مدحت؟ لا انا ما لعبتش العدد ده كله يعني. لان عشان انا كنت سافرت يعني فتره كده يا كابتن. ايوه. ما لعبتش يعني زي كام تقريبا؟ يعني مثلا ممكن 12 13 حاجه. فاكر خسرت كام وكسبت كام؟ مثلا ممكن خسرت 4 ماتشات وكسبت 4 7 ولا في تعادلات؟ لا في تعادلات في كتير. تعادلات في تعادلات كتير. وانت اخيرا يا كابتن ايمن في نفس السؤال. انا مثلا ممكن اكون لعبت لي مثلا 14 ماتش 4 قدام الزمالك. قدام الزمالك. خسرت كام؟ خسرت تقريبا 3 والباقي المكسب. بس والثلاثه تقريبا كانوا بيبقوا الدوري خلصان يعني للاهلي، او بتبقى ماتشات كاس يعني بتبقى في ماتش فيهم الزمالك خد مننا الكاس ده. انا كنت ولعبت ليه؟ انا الماتش ملوش لازمه. لا انا اقصد ماتش بتاع 3-1. انا اقصد ان كان الدوري خلصان يا كابتن. انا اقصد ان كان الدوري، لا انا اقصد ان كان الدوري يعني خلاص اتحسم لينا يعني. لا اقصد دايما اهلي وزمالك يعني. انا ملهاش علاقه. غلطت غلطه عمري واما طلعت في التلفزيون قلت كنت انا علقت على ماتشات كتير جدا اهلي وزمالك يعني. فكان في ماتش فيهم تحصيل حاصل. فانا قلت بصراحه يا جماعه في البرنامج وده غلط، ان انا يعني ما عنديش نفس قوي ان انا اعلق على الماتش، انه الماتش بيبقى نتيجته معلق عليها بطوله بتبقى احلى بكتير طبعا. بس ده غلط، لان اهلي وزمالك قمه لوحدها. بالظبط. قمه مش علاقه هي ليها طعم لوحدها. خد بالك يا كابتن غير ماتشات الدوري والكاس احنا برضو كنا بنتقابل في افريقيا يعني. هي كمان يعني افريقيا برضو اتقابلنا كتير. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا جايب في الزمالك 5 تجوان منهم 4 في افريقيا ولا 4 في افريقيا. 4 في افريقيا. الجول بتاع سيب لقمه لغيرك دي كان ده هو ده الوحيد اللي في الدوري. ده في الدوري. وفي السوبر احمد حسن سرق مني جول بعد ما عدى خط الجول اللي حطها. بجد انت اللي حطيته؟ الكره انا مش حاطط والله، انا كنت بعمل بالعرض بس الكره عدت وبعد ما عدت الخط احمد حسن كملها. بس انا حسبته 2-0 و1-1 2-0 1 2-0 و2-1 و2-1 ده كان ذهاب وعوده. انا جبت 4-2 وفي 2-2 وفي لا في 1-1 في برج العرب. ده انا جبت التعادل 3-3 كده. لا 3-3 انا ما جبتش في 2-2. انا ما جبتش هو في افتكر 1-1 في 3-3 كابتن بتاع 1-1 ده في برج العرب في افريقيا كابتن. بالظبط كده. ده في افريقيا 3-3 بتاع سيب لقمه لغيرك. معلش يا مصطفى. معلش يا مصطفى. لما حسن مصطفى مسك الازازه قلت له معلش يا مصطفى. عالمي والله. كابتن فينا كان قاعد عمال يتكلم في حته ثانيه وبيعلق في حته ثانيه. لا يا مصطفى معلش يا مصطفى. قال له انا ببقى مقدر اللعيب يا عيني بيبقى بعد ما كان كسبان وخلاص الماتش قرب اللحظه جه كابتن بركات جاب جون القاتل. اللي كانت اخر كوره كابتن خلاص. انا الماتش ده نزلت فيه كنت لسه كان عندي 18 سنه. كان تقريبا ثالث ماتش ليا في الفريق الاول. نزلت مكان كابتن سيد. فانا نزلت والماتش 2-2. فاول ما نزلت على طول جه فينا الثالث. الزمالك جاب الثالث. فبعديها طبعا كابتن بركات انقذ الموقف يعني. هي حلاوتها كابتن ماتشات الاهلي والزمالك في ايه؟ انا اقول لحضرتك يعني. اولا هي بتعمل كريدت كبير جدا مع الجمهور طبعا. يعني انت مثلا محتاج يعني موسى يعني انت ايه شغل ماتش
فاهلي وزمالك، لو انت مثلا راجل بتلعب في الزمالك وعملت ماتش كبير على الاهلي، انت عملت كريدت مع جمهور الزمالك كبير قوي. نفس الموضوع الناحيه الثانيه، بتوفر سكك ومشاوير هتتعب. انا افتكر لك هو جول. اللعيب الجامد هو اللي بيبان في الماتش ده. طبعا طبعا. انا افتكر لك جول في الزمالك في الاهلي من الوضع واقفا، انا حتى قلت من الوضع واقفا. فاكره الكاس ولا السوبر؟ الكاس. خلص كام ده؟ 4-3 ليكوا. لا للاهلي. انت جبت جون وانت يا جماعه ده جاب جون وهو واقف عملها كده في المقص. لا هو في بتاع تقريبا أسامة حاجه زقتها بسن رجلك. لا ده في افريقيا. لا وهو واقف حطها. فاكر انا فاكر انا وهو جون واقف جامد يعني ما جدا. تعزمش. كان جون جامد جدا وهو بصراحة. واقف طخ على طول. وانت جبت جون برضه افتكر. جونين في الاهلي. جونين في الاهلي من وسط بقى تجريد جاريه جامده وحطها. واحد يقدر صاروخ. واحد بالليل. واحد براسك. بس زي ما بركات اللي هي بيتكلم الكره انت شلتها من على الخط. من على الخط من خالد بيبو وجبتها الناحيه الثانيه. جبتها الناحيه الثانيه جريت مسافه طويله جدا وقمت شايطها جامد. انا بقول لك كده عشان تعرفوا الكباتن. وما كانش بيعرف يفرح يا كابتن برضه، حتى هم بيجيبوا الجون وبيجري برضه تحس انه متنشن. لا هي ماتشات الاهلي والزمالك زي ما بركات بيتكلم يا كابتن. يعني العلاقه لما لعيب بيعمل ماتش قوي علاقته مع جماهيره ده حاجه. انت لاحظ كل ماتشات زمالك واهلي يا كابتن لازم يكون في مولود نجم جديد. ايوه بالظبط. لازم يكون في ظاهره حصلت في المباراه دي بيظهر نجم. مين ظاهر ما عندكم نجم في ماتش اهلي احنا مثلا ساعه الكابتن جوهر رحمه الله عليه ساعه 94 كنت انا ومعتمد وصبري واسامه. انتوا الاربعه ظهرتوا في الماتش ده. ماتش 2 اللي صبري جاب جول بشماله. يا سلام حته جول. انا اللي كنت بعلق برضه بتاع 2-0 ده. يا خبر ابيض من اخر الدنيا. بشماله. لا مش الشوط مش الفاول يا كابتن. اللي هي بالعرض في المقاولين العرب اللي عملها له خالد في المقص. صح. يعني عشان كده بقول لك ماتشات الاهلي والزمالك يا كابتن بيبقى كان صبري وايمانويل. ايوه صح بالظبط كده. طيب في الثلاث اربع دقايق اللي فاضلين قبل ما نروح للمعلومات العظيمه بتاعتكم. الله اكبر. النهارده انت عندك حجه بقى تقيله ان عندك قدامك وحش حجه وهنا وحش قدام وحش. مالكش حجه اهو بقى. وحش بركات. بس اقول لك حاجه. لا بس هم خاطفين مكسب صعب النهارده في الملعب ومكسب مهم بالنسبه لهم. فاكيد يعني هم هيكملوا بقى اليوم بتاعهم. لا شكلها كده. لا شكلها اليوم بيسبق بينيمكم كالعاده يعني. طيب سريعا كده ماتش يوم الاثنين الجاي يا كابتن بركات الاهلي وبيراميدز. تقول لي كده من وجهه نظرك بسرعه التشكيل الامثل من وجهه نظرك للنادي الاهلي ايه؟ جول كيبر؟ لا هيبقى شوبير طبعا لانه الشناوي موقوف طبيعي. بالعمري مصاب. ايوه. فطبعا عندك كوكا اكيد يعني. هو بما ان عندك شكري. بما ان الراجل كان قبل بالعمري واحنا عمالين نقول بالعمري فين ويقولوا بيجهز كان بيلعب كوكا. فاعتقد ان هو هيفكر في كوكا ان هو شمال يلعب في المكان ده. ماشي. الناحيه الثانيه هاني هتبص هتلاقي ياسر وياسين. انا الجزار مش هيلعب لانه كان بيتكلم انه يتكلم مع الراجل وبتاع. الاقرب لا ياسر وياسين هم الاقرب. دي توقعاتي. ايوه طبعا. مروان هيبقى في نص الملعب هيبقى معاه امام. ايوه. ما اعرفش الراجل بقى هيفكر في ديانج انه يامن بس ما اعتقدش بقى يعني. اعتقد ان هو الراجل خلاص انت ما قدامكش غير ان انت تكسب مباريات زي دي. فالراجل ممكن يلعب بديانج لا ممكن يلعب بقى بمروان لوحده يلعب بقى مع امام يلعب مع زيزو او تريزيجيه على حسب الناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه ممكن بقى يلعب فيها مروان اشرف بن شرقي تريزيجيه او زيزو على حسب مروان عثمان. ويمين وشمال بقى يعني زيزو وتريزيجيه الاقرب. حسين الشحات. لا حسين الشحات انا اسف. حسين الشحات مهم جدا جدا جدا. حسين مش موقوف. حسين موقوف. طيب يبقى هتلاقي بص يا كابتن هي اللعيبه اللي هتلعب احنا عارفينها. بس هي الفكره ايه مين هيلعب فين والاداء هيبقى عامل ازاي. هل انت هتبتدي تضغط وتكمل ضغط اما ربنا يكرمك وتسجل هدف وتدور على الثاني زي ما كنا بنعمل كنادي اهلي. اقول لك الدنيا هتبقى سهله بالظبط. الدنيا هيبقى فيه بعد كده تراجع واستسلام احنا قدامنا احنا خدنا من الماتش اللي فات للماتش ده 16 يوم. يعني اعتقد ان ال 16 يوم دول الوضع الطبيعي يكون الراجل اشتغل وجهز حاجه احسن من الحاجات اللي كان بيقدمها لنا قبل كده.
هل اخيرا في كلمه واحده الدوري ده يخلص بهدف زي سيد عبد النعيم، هدف سيد عبد النعيم؟ انت موجود في الملعب، كنت موجود. ماتش كنت موجود ماتش الاسماعيلي في استاد القاهره، ماتش الاسماعيلي، وكان الاهلي وامبي في استاد المقاولين. كنت انا بعلق على الاهلي وامبي. هل الدوري ده يخلص بجون زي بتاع سيد عبد النعيم ولا لا؟ لا صعبه الحكايه كده. كل شيء وارد. كل شيء وارد. ماشي، كل شيء وارد. في الفقره القادمه طبعا عندنا اثنين جامدين جدا، الكابتن بركات والكابتن جمال، معلوماتيا يعني. الله اكبر. واثنين سنيده بس بقوه شديده جدا، الكابتن مدحت والكابتن ايمن. هنشوف المعلومات العظيمه عند الكباتن الكبار، ولكن بعد الفاصل. نبدا الان السباق الكبير، والسؤال الاول: ثانيه بكاس العالم، خيارات 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات. اتفضل. 3 مرات. 3 مرات. ده مش مظبوط. يتبقى 4 و5، يا تبقى 1 يا تبقى ناقص 1. 4 مرات، 5 مرات. دوس. مش 3. اتفضل. 4 ولا 5؟ 4. 4 مرات. النضاره دي يبقى برافو عليك. 1 لا شيء. اللي بعده. عن العاب القوه فيها ما يسمى مسابقات الوثب. السؤال: كم عدد مسابقات الوثب في العاب القوه؟ كم عدد سباقات الوثب في العاب القوه؟ يعني هديكم مثال واحده منهم عشان ما غششتكم. في الوثب العالي اللي احنا جبناها دي، اللي بينطوا فوق البتاع. اوكي. طيب 3 4 5. 3 4 اي واحد يدور. اتفضل. 3 اجابتك ولا اجابته؟ احنا الاثنين مع بعض. انتوا الاثنين مع بعض. برافو عليك. اللي هو الوثب العالي، اللي هي الزنه. العالي والطويل والثلاثي. صح. تمام كده. والله انت ما فاهم. والله العظيم انت ما فاهم الكابتن مدحت بيقول ايه. انا بحلف لك بالله. ما انا عارف انا الزنه دي ايه. ده بيجري وهو بيجري وينط من فوق الزنه برضو لوحده، اللي هي من فوق دي لوحده. وبعدين واحد اللي انت انا ايه، انقرني بر وانا امشي عليه. طيب هنا طبعا اكذب عليك لو قلت لك جاوب، لان سؤال صعب. ما هي اكبر مدن اوروبا من حيث المساحه؟ اختيارات. ايوه. باريس، لندن، موسكو من حيث المساحه. اتفضل. باريس، لندن، موسكو. لا انا بالنضاره ببقى بني ادم تاني. طبعا. موسكو ده بالنضاره. ده مش مظبوط. الثقه دي يا ابن اللذينه ورطنا. يتبقى باريس ولندن. جاوبتوا هتبقوا 2، ما جاوبتوش هتبقوا 0 1. اتفضل. باريس، لندن. اتفضل. لندن. موافق يا كابتن مدحت؟ خلاص بقى. خلاص بقى. برافو عليك. بقينا 2. ثالث هتخلع النضاره. عادله في الحظ وعنده مرض السكري، يشفي يا رب ان شاء الله، ويشفي كل المرضى باذن الله يا رب. من هو صاحب تسميه مرض السكر؟ اتفضل. اريتا يوس. الله على النضاره. انت كنت هتضيع نفسي لو ما شاء الله جامده دي كمان. اريتا يوس. بقينا كده 2. اللي بعده. ابو نضاره ده والله ما هجاوبها. ابو نضاره والله بيقولوا من المره اللي فاتت. مفيش مره. 2 مفيش مره ما جاوبش على جاوبش بتاعت العمله دي. ملك العمله. هي دي المره. ماليش حل. ما هي العمله في الكاميرون؟ قول يا عم. اختيارات. جايبها منين بقى؟ هات لك في الاختيارات دلوقتي. فرانك، دولار، جوتو. فرانك، دولار، جوتو. ها اي حد يدوق. اتفضل. فرانك، دولار، جوتو. فرانك، دولار، لا دولار، جوتو. ها فرانك، دولار، جوتو. فرانك مش جوتو. لا مش جوتو هيل. برافو عليك. قلت لك ايه بقى من صراحه ربنا. مره الكاميرون وصفتني. فرانك وسط افريقيا اسمه كده يعني. برافو. كابتن مدحت برضه جايب حاجه احنا تبع افريقيا، انت برضه بتدخل انت الحاجات اللي بره. انت اوروبي. 3 2. اللي بعده. ما انا هدوس له المره دي. يلا.
نبتدي بالالف. انا طبعا بربط اي حاجه باغنيه اللي هي من حقوقنا، فانا نبتدي من الحكايه، نبتدي بالالف. السؤال: كم عدد حروف اللغه العربيه؟ اتفضل. 28. 28. الله الله الله، برافو عليك. ايوه السؤال ابن اللذيذ. يعني انت بدات باريتا يوس رد عليك بال 28. برضه خلي بالك يا كابتن، احنا برضه مركزين في حته معينه ان المره اللي فاتت نفس السؤال. لا كان 6. لا انجليزي. كان انجليزي. قال لك ايه بي سي دي. بركات اللي جاوب. 3. لا اكتر. 4-2 يا كابتن. 4-2 يا كابتن. 4. انا اسف. 4-2 يا كابتن. 4-2. انا اسف. 4-2. النضاره لسه. اوكي. لسه النضاره دي